اهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد ووصفه جديده، وهنعمل النهارده مع بعض الجاتو شاتو. جربوه ان شاء الله يعجبكم. هجيب كوبايه من اللبن هحطها في الخلاط، وهجيب كوبايه من الزيت، كله بكوبايه واحده. يعني اللي هتعايري بيها اللبن هي الزيت هي السكر هي كل حاجه كوبايه، ما تغيرهاش. هاتي كوبايتين، واحده للسوائل وواحده للسكر والدقيق. يبقى حطينا كوبايه لبن، كوبايه زيت، كوبايه سكر، نص كوبايه كاكاو خام. هضرب الاربع مكونات مع بعض في الخلاط، وهنزل بالسوائل يعني باللبن الاول، وبعد كده الزيت، وبعد كده السكر والكاكاو. ما تنزليش بالكاكاو الاول لان الخلاط هيتقل معاكي ومش هيرضى يتضرب. هشيل كوباية بقى من الخليط ديت على جنب كده، وبقية الخليط جوه شفشق الخلاط. هضيف عليه اتنين بيضتين. يعني لو انت شايلاهم في التلاجة طلعيهم من التلاجة قبلها بنص ساعة يبردوا شوية، ولو انت لسه شارياهم يبقى ما تحطهمش في التلاجة. اهم حاجة يكون درجة حرارة المطبخ. هنزل عليهم بكيس من الفانيليا، ولو عندك فانيليا سايلة يبقى يعني معلقة كده من الفانيليا. هجيب بقى كوباية من الدقيق وهنخلها. اهم حاجة تنخلي الدقيق في كل المعجنات والحلويات بتاعتك، لازم تنخلي الدقيق. نخلت الدقيق وهنزل عليه بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وعليهم ذرة ملح. هقلب كل الكلام دوت مع بعضه، الدقيق والبيكنج باودر والملح مع بعض. وبعد كده هجيب باقي الخليط اللي في الخلاط هنزل عليهم بيه. هقلب كده كله في اتجاه واحد لحد لما الدقيق بتاعي يختفي. وبصوا في المرحلة دي بالظبط كده هروح اسخن الفرن. هولع الفرن وعلى درجة حرارة هادية مش عالية، وارفع الرف درجة. اجيب بقى الصينية وادهنها زيت كويس عشان ما تلزقش معايا، عشان هنقلب الكيكة. وهنزل بالخليط في الصينية دي مقاسها 24. لو انت عندك 3 صواني يبقى الصينية اللي في النص. طبعا دخلتها الفرن ومش هفتح عليها خالص ولا هبص عليها ولا اي حاجة. هسيبها لحد ما اشم ريحتها. اول ما ريحتها تطلع بعد نص ساعة، ساعة الا ربع، لو انت الفرن بتاعك مش عالي قوي. هبص عليها، ولو لقيتها استوت اجيب خلة واحطها جوه الكيكة. لو طلعت نضيفة يبقى كده استوت. طبعا انا كده بعمل الكريم شانتيه. كان عندي معلقتين كده من الكريم شانتيه، قلت اعملهم. جبت ميه متلجه من الفريزر، وقعدت زي ما انتم شايفين كده، يعني نص كوبايه من الكريم شانتيه على نص كوبايه من الميه. وقعدت اقلب بالمضرب دوت لحد ما اداني القوام ده. هنزل عليها بقى بمعلقه او معلقتين من صوص الشوكولاته اللي احنا عملناه، وهقلبهم كده مع بعض عشان اكسر اللون الابيض دوت، لان هي كيكه شوكولاته. وادي الكيكه اهيت بعد ما طلعت من الفرن. هقلبها كده. قلبتها. اقلبها ليه بقى؟ لان الناحيه ديت اللي بتمتص مخرمه، فهتمتص الخليط بتاعي. هدهن بقى الاول الكريم شانتيه، وبعد كده هجيب الشوكولاته بتاعتي وهحط عليها معلقتين من اللبن علشان افكها شويه، لان هي كانت لما اتركنت تقلت قوي. فاجيب معلقتين من اللبن واخففها، يعني ما تخففهاش قوي علشان ما تبقاش سايله على الكيكه. هو كفايه معلقتين وقلبيهم كويس، بعد كده انزلي بالشوكولاته على الكيكه بتاعتنا. جربوا الوصفه، يا رب تعجبكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس واختاروا الكل، وحطوا كومنت حلو زيكم، وحطوا لايك علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكوا. هو ده بقى الشكل النهائي للكيكه بتاعتنا. جربوها، يا رب تعجبكم. ومع السلامه، اشوفكم